لا انا هنقعد نمضغ كمان ونسمع الشوينج في التسجيل. البسكوتة الصباحية مش افندي في ايه؟ لا هو الصوت اتنين اللي بنيلة تاني ليه؟ في ايه؟ قول اي كده، اي حاجة تاني، قول لي بسكوت الصباحية مالها؟ البسكوتة الصباحية لا طعمها جميل. لا لا، الو الو، تيست تيست. بي فور بوتيتو، واحد اتنين تلاتة، بلا. يلا نديها وخليها على الله. صبح صبح مش افندي. صباح صباح يا استاذ سمسم. ايه بقى هنهزي في ايه النهارده؟ بص بقى يا سيدي. ايوه. انت عارف ان انا عندي مشكلة مع الفيجنز. وانا كمان عندي مشكله مع عندي مشكلة الفيجنز، كبيرة مع بس الناس ديت. بحتفظ بيها لنفسي. اه. لا، انا ما بحتفظش بيها لنفسي طالما ان هو يعني فيجن بعيد، اوكي. انما ان هو يجيب الفلسفه الفيجانيه ويروح حاطط عليا بالفلسفه بتاعته، بروح مديله على دماغه جامد. ما بقدرش. اه، ما هو ده اكيد، ده انا كمان هعمل كده. هو ده، لو بيفيجن مع نفسه على نفسه هو حر، انما هتيجي بالظبط. تفيجن عليا وتقول لي لا انت غلط وانت لازم تبقى فيجن، هيسمع ما لا يرضيه. المشكله ان في جزء كبير من الناس ديت بيعتقدوا خطأ ان ده، ان هو يكون فيجن ده هو سبستيتيوت لان هو يكون عنده كاريزما او عنده بيرسوناليتي. ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني زي ما كده انت تقول انا مش انا موفي اديتور وبعمل كونتنت على يوتيوب. جميل. فتلاقي في واحد يجي يقول لك انا بيتر، انا فيجن. فيجن دي انت ده اكلك انت، كل اللي يعجبك انت. عرفني ليه؟ ده يعني هو بيوصف نفسه ان دي يعني هوبي او شغلانه او ايوه. ديسكريبشن للشخص، a يعني ان fundamental a فندمنت. fundamental definition للتايب اوف personality. ده عند امه. انت ما قابلتهمش ازاي؟ ده انت في المعتقل بتاعهم اصلا في العالم. ما هو انا بقابل، بس هو الناس هنا برضو بتبقى ايه، بتحتفظ بحاجتها لنفسها، يقول لك نو ثانكس ام فيجن، فتقول له طيب. بس خلاص، وانا ما بحاولش اطول في الموضوع يعني، بس هم وده كتير تفكير حواليا سليم، طبعا. ولكن انا بقى ما قابلتش الشخص ده بيرسونلي. بس صديق ليا قال لي على الحكايه ديت لسه امبارح، فقلت لازم اشاركك فيها، لان ده بقى واحد صاحبي امريكاني. مم. جارته قررت ان هي تبقى فيجن. مش عيب، هي حر. طب ليه يا بنتي قررتي تبقي فيجن؟ فقالت علشان احنا هنا في امريكا بناكل بيف كتير، والمزارع بتاعت البقر دي بتطلع جرين هاوس جاسز وميثين كتير، وده بيأثر على الانفايرمنت. وانا حاسه بسنس اوف ريسبونسبيلتي ناحيه الانفايرمنت، فانا مش هاكل لحم. انت ممكن ما تاكليش لحمه، بس ممكن تاكلي فراخ. ممكن تاكلي سمك، مش يعني اتس طبيعي ستيب. منطقي. اه. اتس ستيب تو فار انك انت تنط من ان انا عايز اقلل استخدامي في اللحمه البقريه، ان انا ما اكلش حتى زبده. بس طبعا مش هتاخد منطق من الناس اللي ما عندهاش منطق. اه طبعا فهي طبعا، هي دي المشكلة. فلا هو كده هو. مش هغير النظام بتاعي. طيب اوكي، ما فيش مشكله، ما تغيريش النظام بتاعي. من شهرين اشتريت عربيه الكتريك. كويس. ما هي فيجن بقى، فهتروح في السكة دي. اه. لا استنى، فابتدت تاكل لحمه تاني. ليه؟ ما عشان هي هي جابت خلاص. الالكتريك، فبقت دلوقتي بتهلب الانفايرومنت اكتر في سكة تانية، فاه فنرجع ناكل اللحمة يا اخي احا. فده اصل هي بتتعامل مع نفسها على فكره ان هي يا ليها نهار كوتا اسود. في كربون دايوكسيد كريدت. فهي تحققها بأي حاجة إن فهي تحققها كانت. باي شكل من الاشكال. امم فانا ما كنتش مصدق نفسي بصراحه. يعني ده انتوا عندكم ناس مجانين قوي يا مان. المجانين في نعيم يا استاذ سمسم. انا كنت لسه هقول لك، احنا عندنا ناس مجانين كتير جدا جدا جدا، لا يعد ولا يحصى. هو اصلا كون ان الشخص يبقى قناعاته مش ثابته وراسخه للدرجه دي، ان هي دلوقتي شايفه نفسها ان هي اوبجكت او ايتم في اليونيفرس بتاعنا، فهو ليه كوتا
في ال اه CO2 emissions. انا بقى اقللها من هنا، يعني هي مثلا ممكن تبطل تفسي 10 سنين، فتقلل من ال CO2 emissions، فتجيب عربية 8 سلندر وتاكل لحمة لو بطلت مثلا تفسي. ما مثلا هي لو كده ما هي CO2 emissions وخلاص، اي تلوث وخلاص. ده عته ده. ما هو انا بقول لك المجانين في نعيم يا معلم. هي دي مش فاهمة. هي مش فاهمة الكونسبت بتاع الحاجة. انا اعتقد ان هو ال اللينك في الاخر هي related to consumerism. طبعا طبعا، لان هو ضحك على الدقون في الاخر كله. لان ان هو ايه، ان حد يقول لك بص، البيئة في خطر، احنا آه. رايحين في 60 داهية، خد سلفة من البنك 35 ألف دولار واشتري عربية. ايوه برافو عليك، صح كده. وانت برضو عايز تتدلع، وعايز تركب عربية جديدة، وعايز تبقى خنافس، امم. فتروح. لا، انا مش عايز ادلع، انا بنقذ البيئة. اه، عشان تبرر لنفسك اه، هو عشان تبقى. انت ما خدش بالك ان الناس اللي بتدعو للبيئة والكلام الفاضي دول، المالتي مليونيرات والبليونيرات، اللي هم اصلا طول النهار كل ما يعوز يروح من البول يعمل بيبي في الحمام ال17,000 اللي في آخر البيت، بياخد برايفت جات عشان يروح هناك. وبالإحصائيات البرايفت جاتس والجيتس عامة، وسبيشالي البرايفت، دول بيطلعوا كمية تلوث وإميشنز مش طبيعية. يعني كل طيارة في كل رحلة بتطلع أكتر من عدد، مش عارف كم 100 عربية ولا كم ألف عربية. هي في الآخر زي ما أنت قلت كده، نصبايا وكونسيومرزم عشان نضحك على الناس، عشان نشغل اللي احنا عايزين نشغله دلوقتي. المؤتمر بتاع البيئة اللي اتعمل في سنة من سنتين في شرم الشيخ، مش فاكر انا الرقم كان كام بالظبط، بس المفروض ان مطار شرم الشيخ في الوقت ده استقبل 500 برايفت جيت. يا لهوي، ده رقم كبير جدا. وبعد كده الريكومنديشن بتاعتهم ايه؟ ان احنا نركب عجل. ايوه. ايوه سمعت الموضوع. فاللي هو ايه يا جماعه، يا انتوا جماعة انتوا ازاي مش، بتضحكوا على الناس؟ ازاي بتصدق الكلام الاهبل ده؟ بس اتس تو ماتش، it is too كتير much قوي طبعا. يعني طبعا. مش. رزق الهبل على المجانين، والمجانين في نعيم يا برنس. وانتوا عندكم في امريكا اللوبي، ان امريكا بجلالة قدرها ما فيهاش هاي سبيد ترين. لا، هم مش عايزين هاي سبيد ترين. ايوه، ليه مش عايزين هاي سبيد ترين؟ عشان يشغلوا بيها العربيات، وفلوس التاكسس تروح للطرق والكباري اللي طول النهار يعملوها والطيارات. والطيارات، ويستهلكوا كاوتش، ويستهلكوا بنزين، ويركبوا طيارات، ويستهلكوا انما ويستهلكوا الهاي ويلوثوا. سبيد ترين الجميل الالكتريك اللي موجود في كل حته في اوروبا ده، اللي هو اروح راكب من لندن كمان ساعتين ابقى في باريس. يا سيدي الفاضل، هو اصلا امريكا الحل بتاعها هاي سبيد ترين، لان ايوه امريكا طبعا. دي كبيرة جدا. فهو الحل المنطقي بتاعها هاي سبيد ترين، عشان ده انا من وجهة نظري هيوفر حاجتين. هيوفر سفر لمسافات طويلة لانها بلد كبيرة جدا، وهيقدر عشان هو هاي سبيد ترين يعمل كمية ستوبس زي ما انت عايز. فمش هتضطر تسكيب مثلا ولايتين ثلاثة وتقف كل 5 ولايات. لا، انت ممكن تقف كل ولاية في محطة او اتنين تنزل ناس، عشان هو هاي سبيد. فدي كان افورد. بس هم مش عايزين يعملوا ده، عشان ده هيوفر فعليا في هم مش التلوث، عايزين يوفروا. وهيوفر في حاجات كتير، وهيفيد البيئة، وهيفيد الأفراد كحاجة خدمية. بس هم مش عايزين ده. هم عايزين الاستهلاكية بتاعتهم هم اللي تنفعهم، هم اللي تتوظف لمصلحتهم هم. وبعد كده هو جنرال موتورز تقنع الناس اشتري عربيه ب 30 40 الف دولار الكتريك، تقدر تاكل لحم وتساعد البيئه. لا لا، الولاية اللي مهفوفة اللي جت في الأول دي، دي بس حرام اصل هي دي. المشكله ان هي مش، اكيد مش مخها. لوحدها. لا مش لوحدها طبعا، وفي كتير. ما هو خد بالك برضه في 340 ولا 350 مليون نسمة، العاقل اللي فيهم دول ما يكملوش 40 مليون يعني. فدول تايهين بقى في وسط ال 300 التانيين دول اللي في مية البطيخ. فده ده جنان. جهل، ده جنان وجهل، ده جهل وجنان. عليه العوض ومنه العوض يا عليه برنس. العوض عليه والعوض العوض ومنه، ده صحيح. هيبقى الموتو بتاعنا بتاع البودكاست ده. عليه العوض ومنه العوض في كل الحاجات اللي بنتكلم فيها يا برنس. صباح الفل. صباح الفل يا مش